السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا، نهاركم زي الفل ان شاء الله. بعد مباراة السوبر اللي فاز بيها نادي الزمالك على النادي الاهلي بضربات الجزاء، الزمالك افراح وليالي ملاح طبعا، فرحانين ومبسوطين بالفوز على الاهلي، دي رقم واحد، بفوز ماتش ببطولة رقم اتنين، ب2 مليون دولار رقم تلاتة، انتعاش من كل حاجة. طب ده عمل ايه بعد ما عمل كده في نادي الزمالك؟ صدر المشاكل كلها للنادي الاهلي. بقى النادي الاهلي عنده مشاكل كتيره، عنده حسابات مع اللعيبه اللي اثرت، اللي مفيش حد منهم ظهر خالص، اللي يمكن اكرم توفيق في التيم كله بالكامل، اللي يعتبر كان على المستوى. الاهلي عنده بعد ما صدر له الزمالك المشاكل، دلوقتي كولر نفسه اللي طلع اجازه طالب جدد طلباته تاني مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وعايز تاني لعيب نص الملعب، وعايز تاني مهاجم جنب وسام. واضح ان ماتش الزمالك ده هيعمل زلزال زلزال في الاهلي بعد الخسارة. يا ريت نلحق نفسينا قبل ماتش العين، تاني بكررها، قبل ماتش العين الحقوا نفسيكوا، الحقوا نفسيكوا، لانه لو خسرنا ماتش العين ما اعتقدش ان الجمهور هيسمع لحد فيكم كلكم، لانكم ما عندكوش عذر. صباح الفل.